إله إلا الله. مشى زيد بجانب والده بخطوات واثقة، يلوحان للجيران ويبادلانهم التحية قائلين: عيدكم مبارك. كانت الشوارع تزدحم بالمصلين الذين يرتدون أجمل ثيابهم. في ساحة المسجد وبعد انتهاء الصلاة التقت ليان بوالدتها وصديقاتها. كانت الساحة تعج بالحركة والألوان، حيث يوزع المتطوعون الحلوى والبالونات على الأطفال. حصلت ليانا على بالون أحمر كبير، وعانقت والدتها بقوة، وهي تشعر ببهجة العيد التي تجمع القلوب بالحب والمودة. عادت العائلة إلى البيت لتناول فطور العيد الشهي الذي أعدته الأم. جلس زيد وليان حول الطاولة وهما يتذوقان المعمول اللذيذ ويخططان للعب مع أصدقائهما. أدرك الطفلان أن جمال العيد ليس فقط في الملابس الجديدة، بل في لمة الأهل وفرحة القلوب بصيام رمضان. عيد سعيد للجميع.